السلام عليكم. ماجي خرام اللي بتهاجم الإسلام دوما في بثتها، وكل ما يحصل حاجة للمسلمين تطلع تشمت فيها. لقيت لها فيديو بتتكلم على زلزال المغرب وعلى الفيضان اللي حصل في ليبيا، وسبحان الله هي بنفسها اعترفت ان محدش باقي ومحدش مخلد، والموت او ما الى ذلك داير على كل البشرية. ده حتى الرب بتاعها نفسه مات ويبشرون بموته. تعال بس نسمع الفيديو ده الأول وتعليق سريع، وبعد كده الرد من فيديو هي من لسانها هي على قناتها وصفحتها. حاجة آخر مسخرة عشان تعرفوا العيب مش فيهم، العيب في العقيدة. ماجي بتقول: كاتب فيها: قولوا للأم ماجي خزام نحن المسلمين بالمغرب بعد الزلزال واستشهاد أكثر من 600 شخص. ماشي. طبعا هي الرسالة أرسلها من قبل يومين. منتظرين شماتك بموتانا ومصائبنا كما شمتي سابقا بالطفل ريان. حصل، منتظرينك تقولي ليش عملت حلقة في الأمر ده أنا في القناة. إله الإسلام يضربهم بالزلزال يموتهم إذا كان إله حق. منتظرينك يا ماجي. اسمع الرد بقى. طبعا اليوم الضحايا تجاوزوا ال6000، فضلا عن اللي عم بيصير بليبيا، وهو أمر محزن جدا. بس اسمع. بدي أقول لك يا عماد، ما في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموت حدا، لأنه كلنا بدنا نموت بالنهاية. هاي الأرض هي ما حدا فيها رح يبقى. كلكم بدكم تموتوا، حتى الرب بتاعكم مات وتصلون لموته، آمين بموتك يا رب نبشر. لكن كلمة مهمة قوي، اسمع كده. في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموت حدا، لأنه بليبيا، وهو أمر محزن جدا. بتقول لك إيه؟ بدي أقول لك يا عماد، ما في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموت حدا، لأنه عشان تعرفوا هي بتقول بلسانها اهو: ما في عاقل على وجه الارض ممكن يشمت بموت حدا. روحوا بنفسكم وراجعوا الفيديو في شماتتها في موت الاطفال او الطفل الفلسطيني، وشماتتها في موت الولد اللي مات في المغرب في البير اللي في المغرب، وشماتتها في وشماتتها في مرات عبد الله رشدي، وشماتتها في اي حد مسلم يموت او اي كارثة تحصل لبلاد المسلمين. روحوا بنفسكم شوفوا هل شمتت ام لا. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية بتقول لك ايه؟ ما في حدا عاقل ممكن يشمت في موت حد. ايوه، انت اعترفت بنفسك ان انت مختلة كما الذي تعبدين. خلي بالك، مش انا اللي قلت عليها انها مختلة، مش انا اللي قلت عليها ان ما عندهاش عقل، لا، ده هي اعترفت بتقول ما في حدا عنده ذرة من العقل يقدر يشمت في موتى المسلمين او في موتى غيرهم. انجيل مرقس اصحاح 3 العدد 21. يسوع: ولما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل. هي تعبد من قيل عنه مختل، وهي اعترفت بنفسها ان المختل اللي يشمت في موتى الاخرين. على فكرة انا لسه ما ردتش ولسه ما بدأناش الرد. ما في عاقل على الأرض ممكن إنه هو يشمت أو يتشفى بموت حدا، لأنه انتم فعلا ما عاقلين. انت جاهز للرد الشديد؟ ده الاله بتاعكم نفسه مات، امين بموتك يا رب بنبشر. دي صلاة بيصلوها. انتوا جاهزين للرد الشديد؟ هي اعترفت بلسانها انها مختلة ومجنونة. وانا هجيب لك الان بقى هؤلاء القوم عندما يتكلمون بينهم وبين بعضهم هتلاقي مسخرة. انت تعرف ايه اللي حصل؟ واحد عنده البواسير بيقول لك كلا الرب البواسير راحت. ايه؟ ايوه. ماجي خراء طالعه في الفيديو القادم بتقول لي متابعيها: ايوه انا عامله ميك اب عشان الناس يتلموا كده ويشوفوها. ايوه، تعال بينا نشوف ايه اللي هيتم. بس قبل ما نشوف ايه اللي هيتم 3 نقط. اول حاجه اشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في الصفحه وفعل اشعاراتها عشان يوصلك كل جديد. يا ريت مشاركه للفيديو في المجموعات وحفلات مشاهده لمن استطاع. واللي عايز يدعم القناه والصفحه، البيبال والباتريون في وصف الفيديو. يلا بينا نبدا. قبل 41 سنة من اليوم باركوا لأمي، قالوا لها اجتك قنبلة موقوتة. اليوم عم بحتفل بعيد ميلادي ال 41. ايه ده؟ يا حبيبي، Happy ايه birthday ده؟ to you. Happy birthday to Emna. بيبشروا بالرب.
ربنا يخلينا هالطلة الحلوة. ايوه كل عام بيبشروا. وانت بألف ألف خير. عليك بألف خير يا رب، أيوة. ويخليك كتار وحلوين مثل ضحكتك، ماشي ويطول لنا بعمرك يا رب. ماشي. وخلي لي اياك. أي. انا طالع اليوم كمان بدي اشهد عمل ربنا بحياتي، طالع مرتين بحياتي. عمل ايه معاك الرب اول بتاعك؟ مره كانت من تقريبا 3 سنين بتوقع. ايوه كان معي اكزيما باذني، فصليت لربنا وطلبت منه باسم يسوع انه ساعدني، انه نسيت الموضوع تقريبا، وبلشت الاعراض تخف شوي شوي ايه لحتى انتهت على الاخر. يعني هلا إيه؟ نشكر ربنا، ما في لا حكي ولا سيلان بالاذنين اطلاقا. يعني كان بيسيل. المره الثانيه وقت هو الواد نفس الواد ده كان بيسيل من الاذنين وكان بيسيل من تحت. انا عارف انت مستعجب، اصبر اصبر اصبر. شفاني فيها هي يوم المناولة على راس السنة تناولتينا باسم الرب يسوع. أي. كان معي بواسير. أه. طلبت مني انه نصلي مشان هذا الموضوع، وصليتينا يوم المناولة وتناولنا جسد الرب تناولت جسد الرب وايه اللي حصل؟ ونشكر ربنا. بعد فترة صغيرة كتير يعني كان عندي موعد عند الدكتور، وأكد الدكتور انه ما في بواسير، راحت فنشكر ربنا راحت. على تعامله وعلى شفائه الألم. أغابي. هو كل الرب، كل الرب. هو الواد بيعترف كمان انه كل الرب. ماجي خراء اكلته الرب. فهو لما دخل بقى الحمام ام زالط الرب بتاعهم ده، نزل الرب شفاله البواسير. لا هو بينزل منين؟ هينزل من فتحة البواسير. فنزل ربهم من مكان البواسير فشفاله البواسير. المرة الثانية وقت ربنا شفاني فيها هي يوم المناولة على راس السنة تناولتينا باسم الرب يسوع. كان معي بواسير، طلبت مني انه نصلي مشان هذا الموضوع، وصليتينا يوم المناولة وتناولنا جسد الرب. تناول جسد الرب وقامت مصليه له على خرم البواسير، وكل الرب قام خف. يا نهار ابوك اسود، انت زهقتني وكانت المتوفي. لو النبي مين هدفعه بالسن ما دوته؟ امال ايه الدم اللي على بقك ده؟ منبه والنبي. امال المرة الثانية وقت ربنا شفاني فيها هي يوم المناولة على راس السنة تناولتينا باسم الرب يسوع. كل الرب كله. طلبت مني انه نصلي مشان هذا الموضوع، وصليتينا يوم المناولة وتناولنا جسد الرب ونشكر ربنا. بعد فترة صغيرة كتير يعني بعد ما دخل الحمام زلطه قام فك البواسير على طول. كان عندي موعد عند الدكتور، وأكد الدكتور انه ما في بواسير. خلاص. نشكر ربنا على تعامله وعلى شفائه الألم وعلى اكله. ما خلاص ما انت اكلت الرب. لا على فكره ماجي خراء ضحكت عليك. انت تلاقيها عملت لك سندوتش حطت لك فيه مرهم بواسير، فانت اكلته. على ما نزل للمكان عالج كل حاجه في السكه عشان نبقى اصل يعني مش كده ولا ايه؟ انتوا اكلتوا الرب يا علا، وقعدنا احنا بقى كده من غير رب. اكلتوا الرب يا ابنها بتجنني، مو معقولة. نشكر ربنا عليك يعني. شو الجمال اللي بيحكي عني مدري شو. يخرب بيت ابوك. حاطه ميك اب، عايزه تلم الشمامين والصيع والسفله الموجودين على السوشيال ميديا. ما هو غالبيه السوشيال ميديا ايه؟ داخلين يتفرجوا على البت دي ليه؟ عشان حاطه ميك اب. المفروض دي بتدعو لدين ولا بتدعو لدعاره؟ انت خدت لي بالك؟ انا رد الله. ايه علاقه ده موضوع ليبيا وموضوع المغرب؟ اسال الله ان يفك اسرهم وان يصرف الكرب عنهم يا رب العالمين. بس انت خدت بالك من الرد هيبقى ازاي عندي؟ انا بعمل ايه؟ انا عايزك لما نيجي نضحك عليهم وعلى مسخره عقيمتهم، ما هو العيب مش فيهم، العيب في العقيده بتاعتهم. لازم يخليه لك هو بلسانه يعترف، وهو بلسانه يتكلم عن النقطه. ولما اجي ارد انا مش هرد عليه لا اسلاميا، لانه هو مش مؤمن اصلا بالاسلام اللي انا هرد عليه بيه. فانا برد عليه مما يعتقد هو. شفت العقيده الفاضيه الفارغه اللي هي بتعتقم بيها بتدعو اليها بايه؟ حاطه ميك اب. اسمع ابنها بتجنني، مو معقولة. نشكر ربنا عليك يعني. طب لها يا بت. اللي بيحكي عني مدري شو. لا حبيبي حاطه ميك اب وقلبت عملت زي العرسه. باسم الرب يسوع المسيح. شو هذا؟ دايما اللي بيحكي عني مدري شو. عرسه حبيبي هي جمال عرسه وحاطه ميك اب. يا ترى فراس الديوث، جوزك الديوث اللي اسمه فراس ايضا اللي بيساعدك في هجومك على الاسلام، يا ترى الديوث اللي قاعد ورا الكاميرا فرحان فيكي وانت حاطه ميك اب وطالعه للشباب وطالعه؟ والله يا اخوه انتوا عارفين الشباب الحيحان ده تلاقيه كده عندها في القناه ولا في الصفحه قاعدين عايزين يتفرجوا على الميك اب. طب يا اخوه شفتوا الدجل والدروشه في اللي قادم ده؟
واحده كانت قرعه او شعرها بيتقصف شعرها بيتقصف يا اخويا، فقالت لك اما اخش كنيسه مين؟ ماجي خراء واصلي معاها عشان شعرها يطول. يا بت انت فاكره نفسك داخله كوافره يا بت؟ انت داخله كوافره يخرب بيتك. ايه العقيمه المسخره دي؟ لا انا عارف انت، وانا سامعك حاسس بيك كده ان انت بتقول ايه اللي بيقولوا ده. اتفضل يا سيدي اتفضل، عايزه شعرها تطول؟ ايوه تخش كنيسه الرب بتاع ماجي خراء. بدي اشهد شغله، اشهدي. بدي ارجيك. الباروكه الاولى، وحده، الثانيه، هو اكستنشن ما بعرف اذا مبينين. الثانيه، الثالثه. كانوا الاكستنشن هو ما بعرف اذا مبينين، كانوا ما ينشالوا من شعراتي. انا شعري كان ما يطول ايوه يا حبيبي صدقا امنا. انا لا شفتي ماجي خراء يا حبيبتي شعرها ما بتقول يا حبيبتي، كانت قرعه يعني. ها وبعدين هو الاكستنشن ما بعرف اذا مبينين. اثنين كانوا الاكستنشن هو ما بعرف اذا مبينين، كانوا ما ينشالوا من شعراتي. انا شعري كان ما يطول ايوه يا حبيبي صدقا امنا. انا بتذكر فتت على كنيسه الرب مره، طلعت معك لايف شعراتي لهون بس ما كانوا يطولوا، فكان ركب كويكيز كنت يضلوا ملازقين بشعري، فوت اتحمم فيهم يعني، ما كنت شيلهم ابدا من راسي. ونشكر ربنا انا شعري طويل بكنيسه الرب. هيدي كنيسه الفلك الاخير اللي عم ترد النفوس. هي ايه يخرب بيت ابوكم؟ ايه ده؟ ايه هو ده رب عندكم ولا كوافر؟ يا بنت انت فاكره الاله بتاعك ده صبار؟ يخرب بيت انت فاكره صبار يا بنت انت فاكره الاله بتاعك ده كوس خروع؟ يخرب بيت ابو البانجو اللي بتشربوه. بتقول لك خليها تخش كنيسه الرب، طلعت معاها اتصال واحد قام شعرها طلع الله المستعان. امال لو الرب كان عمل فيكي 6-7 ساعات كان ايه اللي طلع لك؟ كان ايه اللي طلع لك؟ يخرب. انت عارفين فكرتني بمين دي؟ كان في واحده برضو عندها مش عارف جوزها ولا ايه كده. استنوا بس عليا، استنوا، ده انتوا هتشوفوا عجب في البث ده. شفتوا العقيده؟ شايفين العقيده؟ هراء زباله، ورايحين يهاجموا بها الاسلام ولا يهاجموا بها بعض المصائب التي تحصل للمسلمين اللي عادي جدا. كل مصيبة عند المسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ومعنا أحد عبيد ماجي خراء، البت قالت لماجي خراء إن هي عايزة 10 سنتي يتشال فتشال 10 سنتي. اسمعوا. فعلا أنا بس تناولت، طلبت من الأم يا جماعة كلمة اتناولت دي يعني أكلت الرب، عشان بس نشيل القصة كلها. وأنا شغلت لكم قبل كده دليل أكل الرب في كلام ماجي في التناول. تناولت يعني كلت الرب. فعلا أنا بس تناولت، طلبت من الأم خزام إنه انشفى هال10 سنتي بشهر واحد. اختفى راح. إيه يا بنت اللي اختفى راح؟ إيه 10 سنتي اللي اختفى راح؟ أنا بس تناولت، طلبت من الأم خزام إيه ده؟ إنه انشفى هال10 سنتي بشهر واحد. اختفى راح فين؟ وخدت بالكم من الكلمة اللي قالتها في الأول؟ بتقول لك طلبت من ماجي خراء إن هي تنشفى. يخرب بيت أهلك يا بنت، اطلبي من الله، يا بنت اطلبي من الله إنه يشفيكي، تطلبي من بشر ليه؟ على فكرة طبعا البنت دي محششة، أحد المحششات اللي دفع لهم ماجي خرام علشان خاطر يطلعوا يفبركوا قصص وبتاع كده، زي ما بتدفع لإدارة الفيسبوك. خد دي بقى، بتدفع لإدارة الفيسبوك أو بتدفع لبرامج مدفوعة عشان تزود عندها اللايك. أيوة تزود عندها التفاعل. وده أحد التسجيلات المسربة من مجموعة ماجي خرام الخاصة. جابوا منين التسجيل؟ أحد أتباع ماجي كانت عاملهم في مجموعة خاصة، فنقل لنا بعدما تركها وقال ان الولية دي ضالة مضللة، ولا هي مسيحية ولا هي مسلمة ولا هي مش عارف مين، مع ان انا بقول لك هي مسيحية بس هي من القسم الثاني في المسيحية. اسمعوا التسجيل المسرب بتقول ايه. لقط في راس قصة عم يشتغلوا عليها، بس البرنامج يمكن نحن ما بنعرفه لحتى يبلشوا يدوروا عليه بطرس وإيليا ويعقوب. شكله في برنامج بيشتري لهم لايكات، في برنامج بيشتري لهم أضحكني وأغضبني، لأنه هلأ مثلا يعني مو بس إنه لايك عم يشتروا، لأنه مثلا عند فراس هلأ لما فتنا الأضحكني والأغضبني كلهم شغلات تشاينيز، ناس ما بيحكوا أصلا عربي، فمبينين مشترينهم. بتقول لك إن أضحكني وأغضبني اللي بيطلعوا على البوستات بتاعتها بتبقى ناس صينيين وهنود ومش عارف إيه، مش عرب أصلا.
انا بقول للاخوه المسلمين والمسلمات، عايزين تعرفوا ان البت دي عابده اللايك، عابده اللايك، وبتشتغل اصلا لللايك. خشوا، انا قاعد مكاني وطالب منكم انتوا اختبار. الناس اللي متابعاها كويس على الفيسبوك بالاخص، شوف اضغط على كلمة او اضغط على الاعجابات وشوف بنفسك بالاخص القلوب اللي بيضعوا على البوست قلوب. شوف كده مين الاسماء دي، هتلاقي اسماء هندية واسماء صينية واسماء بنجلاديش واسماء مش عارف مين، وهتلاقي فيها اسلامية. المسلمين اللي فيها ما حطوش لايك ولا حطوا قلب. اللهم الايه، البرامج المدفوعة، بيعملوا برنامج او موقع بيعمل مدفوع، مثلا المدفوع بتاعه $10 مثلا، $10 ده يديك 1000 لايك او 1000 اللي انت عايزه، قلب او ها او ما الى ذلك. ايه اللي بيحصل؟ بتروح تدفع فلوس للموقع، والموقع بيحط لها على البوست قلوب. هي اللي بتعمل كده، وتيجي تقول لك مش عارف مين. خش بنفسك وشوف كم اسم هندي وكم اسم صيني وكم اسم بنجلاديش ولغة ما بيتكلموش لا عربي ولا انجليزي، وشوف بنفسك. فهي تتهم الآخرين بما تفعل. كلبة لايكات. اسمع كده، مجموعين بس يقولوا لكم حطوا له لايكات لهذا البغل اللي قاعد لانه طعمانه. اشتركوا بقناته لكلب اللايكات، اشتركوا بقناته وحطوا له لايك وسبسكرايب. شوفوا بقى بنفسكم مين كلب اللايك لما تروحوا ترجعوا كل اللايكات اللي عندها، وخصوصا علامة القلب، وتشوفوا كم اسم صيني وكم اسم هندي وكم حساب صاحبه مش عربي ولا اجنبي ولا انجليزي، ولا بيتكلم عربي ولا انجليزي، بيتكلم مثلا هندي او صيني. الشاهد مش هيفهم هي بتقول ايه، وحاطط قلب. طب على ايه ده؟ ده برنامج يا فندم، تدفع فلوس للبرنامج والبرنامج بيحط لها قلوب ويحط لها تفاعلات. فمبينين مشترينهم مشترى هدول. بس شو الطريقه للواحد يشتري القلب؟ يعني يشتري مو لايكات، يشتري قلب، يشتري تحديد الايموجي. هي غريبه كتير. اذا فيكم تشوفوا لي شو القصه. شفتوا انا ركزت معاكم بالقلب ليه؟ لان هي كانت طالبه القلب. واضح. شفت ماجي اخراء طالعه بتقول لعبد الله رشدي، يا عبد الله يا رشدي، اللي الناس اللي تفاعلوا معاك على الفيسبوك واليوتيوب يعني 1000 جنازه مرتك كان 30 واحد بس، ما يبقى 30 واحد ولا يبقى 5؟ ايه المضر في كده؟ بتقول لك يعني ان اللي كانوا على الفيسبوك بيعملوا لعبد الله رشدي مثلا تفاعل على المنشورات بتاعته، ايوه وهميين. جنازة مرتك انكم بتدفعوا فلوس تشتروا ناس فيسبوكيين من الصين والهند، فاحنا يحطوا لك لايكات ويعملوا لك شيرز وهمي. ليه؟ لانه جنازة مرتك ما فيها اكثر من 30 شخص يعني مثل اي عائلة صغيرة بمصر. أيوة. رايحين يعزوا فيه. وين هالملايين اللي عزوا فيه؟ كله وهمي افتراضي، شيخ وهمي افتراضي فيسبوكي فقط. تعال شوف الخبل. الفترة اللي ماتت فيها مرات عبد الله رشدي دي كانت فترة كورونا، واصلا معروف ان فترة كورونا ما كانش فيه تجمعات وما بيبقاش فيه تجمعات، وعارفين كده في الغالب يعني. طيب عبد الله رشدي لما نعى زوجته او وضع عن وفاة زوجته للناس تترحم عليها وما الى ذلك، فالناس كتيرة تفاعلوا معاه وتفاعلوا مع المنشور ودعوا لها بالرحمة. ماجي اخراء بقى بتقول لك ازاي كل الالوف اللي على الفيسبوك واليوتيوب دول تفاعلوا، بينما في الحقيقة كان 30 واحد. هنفترض جدلا ان كان على الحقيقة في دفنها 30 واحد، يعني ايه المضر في كده؟ هل معناه ان هو بيشتري لايكات زي ما بتشتري وبيشتري تفاعلات زي ما بتشتري؟ في حد عاقل يقول هذا الكلام؟ ما كل البشرية في الوقت بتاع كورونا معروف ان ممنوع فيه التجمعات وما الى ذلك. بل انا محمد نصيف نفسي لما وضعت منشور لوفاة اختي، اسأل الله ان يرحمها ويتجاوز عنها يا رب العالمين، خش بنفسك شوف المنشور بتاع وفاة اختي، اقسم بالله العظيم ما اشتريت تفاعل واحد، بينما اللي دفنوا اختي ما يتخطوش 100. ففين يعني العقل يا جماعة؟ العقل ايه الدليل ان هو بيشتري لايكات؟ بيقول لك قال اللي حضروا الجنازة تعدادهم صغير. ما يكون تعدادهم صغير، ايه المشكلة؟ هو انت فاكرة ان احنا بنفعل زيك؟ هو انت فاكرة يعني ان احنا بنعمل زي ما انتوا بتعملوا؟ مثلا عند فراس هلا لما فتنا الاضحكني والاغضبني كلهم شغلات تشاينيز، ناس ما بيحكوا اصلا عربي، فمبينين مشترينهم مشترى هدول. بس شو الطريقه للواحد يشتري القلب؟ يعني يشتري مو لايكات، يشتري قلب، يشتري تحديد الايموجي. هي غريبه كتير. اذا فيكم تشوفوا لي شو القصه. بتقول لجوزها فراس شوفوا لي القصه ايه عشان نشتري قلوب.
وفي الختام ماجي خرام بتكشف بتختم هذه الحلقة بهذه الشحتفة. اوعى كده يا شعري، ايوه اوعى عشان اعرف اعيط قدام الناس ويشوفوني وانا بعيط. شوفني وانا بعيط بقى. انزلي بقى يا دمعة بقى، انزلي بقى. والله انا شفت الموقف ده. بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ لا يا شيخة، لا يا لا 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 لا، عيط عيط عيط. شفتني وانا بعيط، عيط عيط. ايوه باي باي باي، عشان في دمعة نازلة، فعشان هي نازلة ممكن تخرج، عايزة تستعجل في الخروج. ايوه. والله قعدت اعيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وانا اعيط، والناس اللي جنبيا يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا، وانا اعيط. هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم، وانا عايط. وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عايط. وجي المدير بتاع السيما والموظفين، والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح، وانا عايط. ايوه عيطي عيطي. قبل 41 سنة من اليوم أيوة. باركوا لأمي قالوا لها اجتك قنبلة موقوتة. جاتك قنبلة مهروسة، قنبلة مهروسة، قنبلة ما بيقولوا ايه دي، قنبلة كوميديا. انا بقول لكم بالله العظيم لولا تطاولهم على الاسلام والله ما كانش زماننا بنعمل عليهم دلوقتي افلام مسلسلات كوميدي، مسلسلات كوميدي. والعيب مش فيهم، العيب في العقيدة، العيب في العقيمة بتاعتهم. شوفوا الرد النهاردة المفروض كان عن موضوع المغرب وليبيا، نسأل الله أن يعين أهلها يا رب العالمين، إلا إن كل واحد له طريقة في الرد على المتطاولين على الإسلام. بلسانهم هم جعلناهم مسخرة ومضحكة للعيان. مين دي؟ دي مؤسسة كنيسة المفروض. دي الوجه الثاني للمسيحية. أنا كنت قلت لكم إن في وجهين، أيوة في وجه أول اللي هو بيننا محترمين، يعني مثلا ويعني نتمنى إن الكل يبقى زيهم، يعني مثلا الأنبا بشوي، الأنبا رفائيل، ناس في نفسهم بيشرحوا كتابهم للناس وعقيدتهم، ما بيغمزوش ويلمزوش، ما بيطعنوش في الإسلام. كنا نتمنى إن كلهم يبقوا كده. ده القسم الأول أو الشق الأول. الشق الثاني بيكونوا وسطنا محترمين ثم يذهبون إلى أوروبا ولا أمريكا ويبدأوا يشتموا في الإسلام. زي مين؟ زي ماجي خرام، زي زكريا بطرس، ده الوجه الثاني للمسيحية. زي رشيد، زي وحيد، زي غيره وغيره وغيره، زي الحشاش اللي اسمه سعيد أبو مصطفى وغيره 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 وغيره. ده الوجه الثاني، ده الوجه الخبيث اللي بيكون وسطنا محترم ولما يخرج بره يبدأ يسب فينا ويغلط في إسلامنا ويغلط في إيماننا. الرد عليه ما ينفعش يبقى بالراحة. المتطاول على الإسلام ما ينفعش يبقى بالراحة. ربنا بيقول في القرآن كده يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. طيب المحترم له منا كل الاحترام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والقسط. لكن قليل الأدب يرد عليه بما يردعه، بما يوجعه، بما يؤلمه، بما يوقفه عند حده. والله المستعان. في الختام ليصلك كل جديد وتكون سعيد. اعمل ما في الفيديو القادم. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات أول بأول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب اشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضه في الفيسبوك، تعمل عجبني وبعد كده تعمل عجبني مرة تانية، بيطلع لك القائمة دي خليها المفضلة، وبعد كده المحتوى خليه قياسي، الفيديو كل الإشعارات
فيديو بث مباشر، كل الاشعارات، بعد كده تحديث كده الغالبيه العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديده بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناه والصفحه، ادي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناه والصفحه. تليجرام محمد نصيب المحاور، وانستجرام محمد نصيب برضه المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.